قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أكرم ضيفا يعرفه قد أكرم رسول الله، ومن أكرم ضيفا لا يعرفه قد أكرم المولى تبارك وتعالى. مع هذه الكلمة الطيبة التي هي لا بالطويلة المملة ولا بالقصيرة المخلة لفضيلة الشيخ أحمد دسوقي. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى عنا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد تمام الرضا. سبحانك كل الكون بأسره يسبح بآلائك، قلت وقولك الحق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلك الحمد يا ربنا على أن أنطقت الحجر والشجر، ولك الحمد على كل النعم. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، بيده ملكوت كل شيء، إليه المرجع والمصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وقائدنا ومرشدنا محمد سيد الخلق حبيب الحق، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وآله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا وهو أشرف الخلق على الله وأفضل الخلق إلى الله وحبيب الحق، قال له ربه تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فلا بد أن نتجهز للقاء ربنا تبارك وتعالى، لأننا عائدون إلى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يبين في كتابه أن أهل الإيمان وأهل الصبر وأهل التقوى إذا ما أصابتهم مصيبة أرجعوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. فقال ربنا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلينا أن نرجع الأمر إلى صاحب الأمر، لأن الذي وهبنا الحياة هو الله، والذي بيده الموت هو الله، والذي بيده الأمر هو الله، ولا شيء يخفى على الله. فعلينا أيها الإخوة وأحباب رسول الله أن نستعد للقاء الله، وأن نعلم أننا نعود إلى الله تبارك وتعالى عما قليل. فنتجهز للقاء الله ونتجهز لدخول القبر، وما أدراك ما دخول القبر، حيث هناك ملكين موكلين من قبل الله الجليل يسألان العبد عن الأسئلة الثلاث التي يحفظها الصغير فينا قبل الكبير، ولكن ليت النطق باللسان آنذاك. إنما النطق بالإيمان والنطق من الله تبارك وتعالى مصداقا لقول ربنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أيها الأحبة وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه الكرام، وهم الذين بشرهم ربنا بالرضا عنهم، فقال جل في علاه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضعوا الموت نصب أعينهم وأن يتجهزوا للقاء الله تبارك وتعالى. فالإنسان متى صار على طاعة الله ومتى كان حيا في ضميره لله ومتى كان جاهزا للقاء الله تبارك وتعالى، متى رضي عنه ربه الكريم الجليل الرحيم الذي يغفر الذنب ويقبل التوبة تبارك وتعالى، فيقبل العبد على الله وقد غفر الله له الذنوب وستر له العيوب. وما أدراك ما ستر الله، إنه أرحم الراحمين الملك الذي بيده كل شيء. أيها الأحبة أحباب رسول الله، ولا أريد أن أطيل على حضراتكم حتى لا يطال المقام، ولكن ينبغي علينا أن نتذكر أن لنا يوما سنعود فيه إلى الله، وأننا سنقف بين يدي الله، وأن الوقفة بين يدي الله تحتاج إلى خالص عمل لله تبارك وتعالى. لأن الأم التي أرضعت والتي آوت والتي حضنت والتي سهرت من أجل ولدها تأتي يوم القيامة وتقول: أي بني ألا تعرفني؟ فيقول لها: أنت أمي. فتقول: أي بني أريد حسنة تعود عليها نفعها. فيقول لها: ليتني أستطيع ذلك يا أماه، ولكني أشكو مما أنت منه تشكين. يأتي الأب الذي قد أنفق والذي قد أتعب نفسه من أجل الأولاد، وكان لا يرى النوم إلا قليلا، ساعيا لأولاده حتى يصل بهم إلى معيشة طيبة. فيقول لابنه: أي بني ألا تعرفني؟ فيقول: نعم يا أبتاه أنت أبي. فيقول: يا بني أريد حسنة تعود علي نفعها. فيقول: ليتني أستطيع ذلك يا أبتاه، ولكني أشكو مما أنت منه تشكي. هنا يرتفع قول الحق الجليل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وحد الله، صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمتوفى وارحمه واجعله في سعة رحماتك. اللهم اسكنه الفردوس اللهم اسكنها الفردوس الاعلى من الجنة، واجعلها في اعلى عليين، واغفر لها يا رب العالمين. نسألك ان تجعلها من سكان الفردوس الاعلى من الجنان. اللهم اسعدها واسعد لياليها بالرضا والقبول يا رب العالمين. اللهم انها نزلت اليك وانت خير المنزلين، فاكرم نزلها يا كريم ووسع مدخلها يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تقبل شفاعتنا لها يا رب العالمين، واغفر لها يا ربنا يا رحيم. اللهم ربنا رب الارباب مسبب الاسباب، يا حنان يا منان يا ودود يا ودود، نسألك بأسمائك
بأسمائك وصفاتك أن تفرج عنا الهم. اللهم فرج عن أمة رسول الله الهم، واقضي عنا الدين، واكشف عنا الكرب، واسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وشاكرا لفضيلة شيخنا الجليل، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نشكر فضيلة العالم الجليل الشيخ أحمد دسوقي على هذه الكلمة الطيبة. وأثناء الكلمة تشرفنا بحضور كوكبة من قراء القرآن الكريم والسادة علماء. تشرفنا بحضور فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ عبد الحميد محمود، كذلك أيضا فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر السيسي، كذلك أيضا شاكرين فضيلة القارئ الشيخ غريب العكش، وكل السادة العلماء والسادة الأئمة الذين شرفونا بالحضور مقدمين واجب العزاء. كذلك أيضا شرفنا بحضور أخي الحبيب الأستاذ محمد عبد القادر السيسي. شكر الله سعيكم جميعا.